هاي هلا خالي، شلونكم؟ انستغرامي جوا بالديسكربشن وبالتعليقات، هناك انشر ستوريات بها مال حلال وادخل تابعني. المهم يلا ندخل بصلب الموضوع. اول شيء نعرف لكم معنا شنو فانز. فان يعني جمهور شخص مشهور او شخصيه مشهوره. اكو انواع هواي من الفانز، واليوم راح نحكي لكم على كل انواع الفانزات واخطرهم وايهم عليك التجنب. اول شيء عزيزي المشاهد عندنا فانز الانمي. فانز الانمي متوحش لدرجه انه يتعارك حتى ويا بني جنسه. راح تلقى فانز ناروتو وفانز ون بيس يتعاركوا. اذا دخلت فيديو مال انمي راح تلقى واحد كاتب ون بيس عمك، والثاني يرد عليه ويقول له اعطاك عمك. وهنا يا عزيزي المشاهد جهز الفشار مالتك وبوع عليهم، لان راح تصير معارك طاحنه طحنا. واياك التدخل بينهم. راح اعطيك نقطه ضعف كل فانزات الانمي. كلمات قليله مدمره يا اخي، مدمره. الكلمه الشهيره الانمي كرتون. يا اخي مجرد ارمي هاي الكلمه بالتعليقات واهرب، لان راح يصير انفجار كارثي. النوع الثاني عندنا هو فانز الفرق الكوريه، هم فانزات بطس وغيرهم. يجون اثنين عندهم نفس الفانز يتعاركون، ومن اهم صفات هاي المخلوقات ان كلهم بنات. واذا لقيت اولاد هذول قله قليله يحتاجون المساعدة، لازم نساعدهم، لازم ندل الأولاد على الطريق الصحيح ونمد لهم يد المساعدة والعون. لا كذب، أي ولد يشوفه يحب بي تي اس قبل نمر عين. فانزات بي دي اف حلمهم الوحيد يتزوجون جون قلوب. فانزات المتعصبين منهم قصدي، الحبابين لا. ماكو واحد عنده عقل يسب واحد على مود واحد ما يعرفه اصلا ولا داري عنه، ويحط مكياج ويغني وعايش احلى عيشه، عايش احسن منه ومنك يا ولد. طبعا اكتشفت انه جيراننا دا يشتغلون والتسجيل خرب بالكاسرة. كاسرة شقتني شق. نقطة ضعف هذا الفانز هو تقول لهم انه بطس نساء، بس هاي الكلمة بس. هي طبعا انا احترم ذوق الغير، بس ايه المتعصبين ويسبون لا ما احترم رايهم. إيه. ثالث نوع من الفانزات هو عندنا فانزات كرة القدم. هم الوحيد بالدنيا يطلعون فريقهم فايز او احسن حال. نقاط الضعف لحد هسه مجهولة. المهم بالنسبة لي ما اشجع ولا واحد من هذول الثلاثة. انا واحد تعلمت اني لازم اكون فانز لنفسي، ما لي دخل بالعالم. ليش احب واحد يعيش بكوريا وينزل اغاني كوريه يقول جونك لونج 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 تشونج تشونج تشونج؟ دقيقه هاي شنو معناتها بالكوري؟ المهم احب اقول لكم على جدول التنزيل الجديد، هو كل يومين والثالث انزل فيديو. يس لا تنسوا تقدم باشتراك ولايك، وانزل الديسكربشن اكو الانستغرام مالتي. بما انه خلص المحتوى انا اريد اوصل الفيديو 3 دقائق، فنروح نحلب بالتيك. دائما لما يخلص المحتوى دائما نروح للتيك توك. التيك توك مليان محتوى. تيك توك وصلت 500,000 ما وثقتوني قلت ما يخالف، وصلت 600,000 ما وثقتوني قلت يجوز ما شافوني، وصلت 700,000 ما وثقتوني قلت يجوز من ادخل 800,000، دخلت 800,000 ما وثقتوني قلت يجوز من ادخل 900,000، وهسه انا دخلت 900,000. ايش وقت توثقون؟ واي ليش تيك توك؟ ليش دقيقة نشوف شنو محتوى. بس دقيقة، هاي شو اسمها؟ شنو شلون؟ قول قشطة. لا اذا هيك حقهم ما يوثقونك. يتنمر على طفل ما يقدر يرفضها بشكل صحيح. ما اشوف انه اكو داعي تضحك، ماكو شي يضحك عادي. كنا مثله، كلنا مرينا بنفس العمر. بعدين ليش ضحكته كانها انفور؟ وات يا اخي مبين من ضحكته يضحك على كل شيء. ابوك مات، العراق خسر، الجبال الجليديه ذابت، ابو محمد جيرانكم راح المكة، حسين السادري يكره مازن. طبعا هذا الشخص عنده قصة حزينة كلي. هو جماعة وهو صغير وبدلوا له مكان عقله بطيء، والآن هو لا يستطيع التفكير إلا بطيء. المهم آسف على الكلمات الشاطحة. خلاص صارت 3 دقائق. باي.